تعالى اقولك بقى، احنا في الشتاء ولازم الاكل يكون يدفي. سيبك بقى ان انت تشوي السمك تقليه برز وسلطه. لا، تعالى اقولك بقى هتعملي ايه. جبت السمك نضفته، شفت بطنه عامله ازاي. لازم تكون بطنه نضيفه كده. تغسليه حلو وتنضفيه كويس وتنقعيه في ميه بملح وليمون لمده نص ساعه على الاقل. وجبنا بصلتين والفلفل والخضره، ربطه خضره مشكله، ونص كيلو طماطم او تبع الافراد اللي انت هتاكليهم، وبطاطسيه واحده برضه. انا قلت احنا فردين اللي هناكل مش اكتر. وبصل هنقطعه حلقات زي ما انت شايفه كده، برضه زي البطاطس هنقطع البصل ونقطع الخضره ننعمها كده، الشبت والبقدونس والكزبره والبهارات، كزبره ناشفه وليمون. ودقينا التوم بالفلفل، ضربنا في المطحنة كده، وحطينا عليه الكزبرة، وهنحط عليه كمون. الكمون حلو جدا، ونحط شوية ملح عشان نشوف هنعمل نتبل السمك، ونعصر ليمون. وانا قلت قبل كده السمك بيحب الليمون، ونمسك السمك نفسه نغسله بالليمون من جوه كده، ندعكه بالليمون، رغم ان احنا كنا نقعينه بليمون وملح. بس تاني بقى عشان نمن المية هندعكه قبل ما نحط فيه الدقة دي ونقلي في الزيت. نعمله بالليمون حلو كده زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. واخد بقى من الدقة اللي انا عملتها، اعمل بطنه كده، احشي بطنه كده، او آه زي ما انت شايفه كده، وتقولي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اذكري الله في كل اكلك. ونحط طبعا في الدقيق، انا بحط على الدقيق ده معلقه نشا عشان السمكيه تطلع معاكي ناشفه لو انت هتحمريها وتاكليها كده. انا حطيت شويه حبه نشا صغيره، معلقه صغيره على الدقيق. وهو الزيت حاطينه على النار يسخن، لازم إن الزيت يكون سخن عشان ما يلزقش منك. تسخني الزيت وتنزلي السمكية كده فيها السمك في الزيت مدة 20 ثانية. انت مش هتحمريه وتاكليه، لا، انت هتحطيه لسه في الصينية مع البطاطس وزي ما هنشوف بعدين. فعشان كده هو مش ما يطولش في الزيت. 20 ثانية، الناحية دي 10 ثواني، وشفت اللون، هو اللون يكون كده. احنا بنديله زي يعني نغير جلده بس، لون جلده بس، عشان لما يبقى طلع من الصلصة ما بيبقاش أبيض، يبقى متحمر وشكله حلو كده. نطلعه بقى ونحطه في بر، نحطه في الصينية كده في الطبق. علشان ايه؟ هنشوف بقى احنا هنعمل التسبيكة بتاعته. بصلاية، التسبيكة اللي هنحطها على السمك بقى، بصلاية ونحط عليها 4 معالق زيت، ونفضل نقلب فيها كده لغاية ما تاخد لون، لغاية البصلاية لما تاخد لون. نفضل نقلب ونشكر الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما يبقى لونها كده بدأ يدخل في ذهبي، نحط عليها الخضرة اللي احنا ايه قطعناها. نحط عليها الخضرة، الشبت والبقدونس والكزبرة ناشفة الخضرة، ونقلب. نفضل نقلب بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على رسول الله. بسم الله. الريحة بقى ما أقولكيش، والله الريحة قلب المكان، نازلة والله في الشارع رغم ان انا فوق ونازلة في الشارع تحت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تقلب. وطبعا عاملة فلفل حتت تخينة كده، ما تقطعوش ناعم عشان يظهر في الصينية معاكي. بعد كده هنحط الطماطم اللي احنا فرمناها في الخلاط، ونسيبها بقى ايه تتسبك كده، ونحط الكمون، شوية كمون عشان الكمون حلو جدا في الأكل بصراحة يعني. نحط الكمون، ونحط كزبرة ناشفة تاني حبة كمان، ومعلقة ملح صغيرة اللي يملح معاك السمك، اللي يملح معاك الأكل يعني. وبعد كده هنحط البصل اللي قطعناه حلقات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الريحة روعة يا جماعة، الريحة خطيرة مش قادرة أقول لكم. ونحط البطاطس مع البصل الاتنين في وقت واحد، ونقلب كده ونغطي عليه ونذكر الله. نغطيه حبة الدقة اللي احنا سبناها من اللي احنا عملناها عشان بقى السمك، سيبنا معلقة هنحطها. الريحة روعة، الريحة جميلة جدا 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 والله ما شاء الله. هنسيب البطاطس لما تبقى نص سوا، هنغطي الحلة ونسيب البطاطس لما تبقى نص سوا. وسبكة الطماطم كده، انت عايزة تزودي بقى الصلصة عندك بتزودي شوية مية، كوباية مية صغيرة. عايزة الصلصة زي ما انت شفتيها قبل ما احط عليها مية كفاية كده. وتحطي بقى، شفتي ما شاء الله الريحة والشكل روعة والله منتهى الروعة. تخلي البطاطس نص سوا. خلاص بقى احنا كده خلي البطاطس نص سوا. هنكب كله في الصينية اللي هندخلها الفرن.
ما شاء الله، شفت الشكل جميل ازاي. وهنجيب السمك بقى اللي احنا يا دوبك حطيناه في الزيت 20 ثانية وطلعناه، ونرصه فوق الحاجات دي. وناخد بقى، احنا مقطعين طماطمية طرنشات ونحطها فوق السمك كده، وناخد بقى من الطماطم اللي سبكناها دي ونرش فوق السمك، نرش فوقه عشان احنا ما نحطش السمك وبعدين نكب عليه الطماطم عشان هيترمي مننا، لكن نحط السمك فوق الطماطم كده، وناخد بالمعلقة ونرش عليه. بنرش كده ليه؟ عشان لما ندخله الفرن السمكية تاخد لون، يبقى لونها محمر كده وجميلة. ولعنا الفرن على 200 درجة وندخل الصينية، هتقعد معانا من 10 دقايق لربع ساعة. كل شوية انت طبعا هتبص عليها تشوفيها، لما تبقى معاك اللون كده طلعيها بقى، شيليها بقى من الفرن وطلعيها. شفت الشكل عامل ازاي؟ شفت الجمال؟ شفت اللون؟ والله هتاكلي صينية سمك بالبطاطس الكل هيسألك على عمايلها. اعملوا لايك، سبسكرايب عشان تشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.